إخوان السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربة والمغربيات داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية كبيرة من طنجة القويرة. نحبكم ونموت عليكم وتحت شعار دائما الله الوطن الملك. خوتي العزاز، مرحبا بكم ومرحبا بلي زامي جداد نساء ورجال، مرحبا بكم وتحية كبيرة ومن طنجة القويرة، وألف ألف مرحبا ورمضان كريم. وباش ما تمنيتو إن شاء الله خوتي العزاز، اليوم نبغيكم في هذا الفيديو غادي يكون قصير، ولكن غنهضروا في واحد الموضوع اللي هو زوين، وغندوزو واحد الموضوع الثاني الا بقى الوقت. الموضوع ديالنا ديال اليوم ديال الفقيه. هذا الفقيه اللي في الجزائر بوقطة، يعني خوتي امام القطب. هذا الامام اللي صلى التراويح وقرا القران، وجات واحد القطه وطلعت ليه الجلابه ديالو وطلعت ليه حتى لهنايا وباستو، والكابرانات فرحوا وقالوا حنا راه الصوره هذه ما كاينش بحالها. ولكن نساو واش ديك القطه، هذيك القطه سبت الله باش دير الرساله ديالها حتى هي، وادات الرساله ديالها. الا ما قادرينش البشر يديو الرساله، راه قطه ادات الرساله. قلت لكم كفى من ذبح القطوط، كفى من ذبح الحمير، ما توكلوش البشر القطوط. وزوجت في داك وانتم ما فهمتوش هذا الشيء، هذيك راه زوجت فيكم بهذا الشهر رمضان، لحقاش البشر ما قدرش يهضر على الرفق بالحيوانات. الحيوانات استطاعت انها تصيب الرساله ديالها. كفى يا كبرانات من قتل الحمير وذبح القطوط، وعاود ما تذبحوا الارانب، تذبحوا القطوط. هذيك الرسالة كبيرة، أنا راه تنخمم فيها وما بغيتش نجبدها وما بغيت حتى حللتها مزيان. الله سبحانه وتعالى عطى ديك القطة ديك الوقيته وديك المولى، والكبرانات خداوها بواحد الطريقة بشكل، خداوها بواحد الصورة بشكل، ولكن هذا هو التحليل ديالها. لأن في الشام تذبحوا عادات ديال القطط. شتي هاد الكبرانات فين غادي في الجزائر، غادي لبيع الويلات، تضربوها مع الحيط يردوها مع الحيط. كما شفتوا اخوتي، حنا الولايات المتحدة الأمريكية جبدت واحد الوثيقة تتقول 1963 كان واحد اللقاء مع عباس ديال الجزائر مع الحسن الثاني، وهذيك الوثيقة كان غادي يكون على نقاش على الصحراء الشرقية. وقع عليهم شي مشاكل، وجا واحد الرئيس وقلب وجهه، قلب في الساعدين. ديك الوثيقة عند بالهم راه، ولكن دابا تحطت. كنت كنهضر لكم دابا عام ونص على الصحراء الشرقية. أما الصحراء المغربية فحسم ملفها الصحراء المغربية أبا عن جد. هذا مشكل صافي انتهى، حب من حب وكاره من كره. اليوم وغدا غنشوفو الصحراء الشرقية اللي هي ديالنا. صراحة خاصنا نجيبوها، عندنا الوثائق، عندنا الدلائل ديالنا هذيك، ما نسمحوش فيها. هنا غنخلقو الكبرانات مشكل كبير. دابا حاليا خلقنا لهم مشكل، رغم انهم المال ديالهم تيصرفوه في الخوا الخاوي، رشوه باش يطيحونا حنا، ولكن حنا ما نطيحوش ليهم، حنا ما نطيحوش. دابا الميريكان عندها الوثيقة من 1963. يلا الاخوان غنبحثوا في هذا الشيء، غيكون على اساس اذا تاهما غيعطيونا ما يتقال. وتحية لكم وعواش لكم، بركة مسعودة. واما بالنسبة للمشكل اللي كان عندي، فانا وضعت واحد الشكاية للعمالة ديال مدينة تمارا على اساس انني ما استفدتش، انا كنت من الضحايا ديال الناس اللي تريبوا لهم الديور ديالهم. حنا ما عندناش براكة، عندنا دار عندها 43 سنة، من أقدم دار بتمارا، ضالة
يعني سكن بحال قلتي مجهزة. هاد الديور اللي جا وحدها كلهم تلتي، حتى هي كانت مدلتة، ولكن ما خصهمش يضيعونا، ما بغيناش نضيعو، حيت لا ضعنا مشكل كبير، غنتأزمو نفسانيا وغادي بزاف د الحوايج ما بغيناش نضيعو داك الرزق ديالنا. ما معاه حتى شي واحد في النزاع في المحكمة 43 سنة باش تحيد واحد الإنسان، 43 سنة مسالاش. عندنا فين ساكنة مع خويا، علاش وليت تنكسب هاد التليفون والتصويرة ديال صاحب الجلالة والراية المغربية، هادشي اللي عندي وأنا معاكم. تيديمو الأمانة أمانتو، عاود مع بلاصة ساكن فيها 43 سنة. احنا مع تحيد القستيل وتحيد الصفيح، ايه مزيان، وتا الشوارع نقاوهم، راه القهاوي خرجوا للشوارع، الناس راه ولات تمشي فوق في الشانطي باش ترضي مول القهوة يخرج براسة ديالو. وانا اللي مواطن تجي تريب ليا داري وتقول لي سير كريم، شكون غيعوضني؟ انا خصني التعويض ديال ديك الدار اللي ريبتو، خصني التعويض. ما عوضتوني فيها، عطوني المتروات ديالي تعطيهم 153 متر تعطيوها لي ديالي هاديك، علاش غنضيع انا؟ علاش غنضيع؟ حنا بدولة الحق